تخيل معايا البداية، طيارات عملاقة بتعدي المحيط، مش رحلة عادية ولا اتنين، لا، احنا بنتكلم في 8 أو 10 طيارات تانكر مخصوصة لتزويد الوقود في الجو. الرقم كبير ورسالة واضحة إن أمريكا بتحضر لحاجة ضخمة. وفي نفس التوقيت أكبر حاملة طائرات أمريكية جيرالد فورد دخلت البحر المتوسط. يعني التحركات العسكرية مش عشوائية، لا، ده تجهيز لبنية كاملة لعمليات جوية وحشد حوالين إسرائيل والمنطقة كلها. وسط الجو المشحون ده يطلع ترامب بمشهد سلام قدام العالم، وبدرة شكلها حلو، لكن من جوه فاضية، مفيش انسحاب، مفيش دولة فلسطينية، مفيش أي ضمانات. بالعكس، إسرائيل عدلت البنود زي ما هي عايزة وأمريكا وافقت. يعني سلام شكلي معمول عشان يترفض. ليه؟ لأن بمجرد ما يتقال لا على المبادرة يبقى عندهم الحجة يفتحوا الباب لمرحلة جديدة، مرحلة حرب أكبر. وده يفسر ليه التحركات العسكرية الأمريكية ماشية بالتوازي مع المسرحية دي. الهدف الحقيقي واضح: تهجير غزة. الخطة مش بس ضد المقاومة، الخطة على الأرض والسكان، والتهجير ممكن يبدأ بالضغط الطوعي لحد ما يوصل للأسري. في الناحية التانية المقاومة ردت بدهاء، قالت مستعدين نتكلم، نفرق بين السلاح الهجومي والدفاعي، وطلبوا قيادة فلسطينية لغزة مش قيادة مفروضة من بره. كمان طرحوا اسم مروان البرغوثي اللي لو خرج من السجن ممكن يقلب المعادلة. وبره فلسطين الصورة مكملة. اليمن بيفاجئ أمريكا ويقول هنفرض عقوبات على شركات النفط الأمريكية. إزاي؟ يمنع مرور سفنهم من باب المندب وبحر العرب. خطوة تقيلة جدا، خصوصا إن اليمنيين عندهم خبرة، يعرفوا كل سفينة ماشية فين وبتشيل إيه حتى لو مش رافعة علمها. وفي أوروبا القلق شغال، روسيا بتبعت رسائلها، والأوروبيين عايزين يبنوا جدار ضد الدرونات. كل جبهة في العالم بقت مولعة. وفي النص ده كله مصر لازم تفضل مسلحة وجاهزة. في أخبار عن صفقات ذخيرة ضخمة وقنابل عملاقة ممكن تغير موازين القوة، لأن ببساطة المنطقة داخلة على منعطف خطير جدا. الخلاصة: اللي بيحصل حوالينا مش صدفة ولا حركة إعلامية، ده تحضير لمعركة أكبر ممكن تندلع في أي وقت.